تعززت قدرات سلاح الجو المغربي بالطائرات الجديدة بدون طيار ألفا 18 المغربية، والتي تصنع محليا بكفاءات مغربية. وتعتبر هذه الطائرة أول درون في القارة الأفريقية والتي تعمل بالطاقة الهيدروجينية، بحيث أنها تستطيع الطيران لمدة تفوق 9 ساعات بارتفاعات عالية تبلغ 14 ألف قدم وبمدى 600 كيلومتر. وقد أظهرت فاعلية كبيرة في عملية الرصد والاستطلاع البعيدة المدى، هذا بالإضافة إلى توفرها على تكنولوجيا جد متطورة وتجهيزات تمكنها من العمل في جميع الظروف. كما أن المغرب كان قد عقد مؤخرا عدة اتفاقيات عسكرية مع دول القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بهدف الحصول على طائرات مسيرة جديدة أكثر تطورا أمثال طائرات جولف ستريم وMK9. واستطاع الجيش المغربي باستعمال هذه التقنيات، أي تقنيات الطائرة المسيرة، من القضاء على قياديين بارزين في جبهة البوليساريو الانفصالية من خلال قصف جوي دقيق ومحكم.